اهلا بيكم يا شباب، فيديو جديد من دورة فلاتر. النهارده هنكمل بناء النوتس اب. طبعا احنا المره اللي فاتت كل اللي احنا عملناه ان احنا انشأنا الستيتس بتاعتنا بس مش اكتر. النهارده بقى بندخل على المرحله التانية. انا عارف ان انا في بناء الكيوبيت في ستيبس كده بمشي عليها، بحدد الستيتس، بكتب اللوجيك بتاعي، ببروفايد الكيوبيت، ببتدي واستخدمه. بس موضوع بسيط وواضح، عشان كده بحبه لانه واضح، باترن كده بمشي عليه. طبعا لما بتمشي على باترنز بتريح دماغك، التفكير كده بتاعك ما بتستهلكوش في حاجات مش مستاهله، تبتدي تستهلكه في حاجات مستاهله فعلا. فتعالى هاجي هنا في المكان ده وابتدي اعمل ميثود. تعالى نسميها مثلا اد نود. تمام. الميثود دي هتستقبل ايه يا شباب؟ هتستقبل نوت موديل، يعني اظن واضح الموضوع. ماشي. وبعد كده المفروض ان انا هبتدي واخزنها بقى في الداتابيز بتاعتي. لو رحنا كده على المين دوت دارت، فخلي بالك انا عملت بالفعل اوبن لبوكس، اسم البوكس كي نوتس بوكس. وخلي بالك في الموديل بتاعي، عايزين نفتكر الحاجات دي لانها كلها مربوطه ببعض. انشأت موديل بالفعل، الموديل فيه بعض البيانات، تايتل وسب تايتل وديت وكالر. وطبعا عملت جنريت للتايب ادابتر بتاعي. الموضوع كان بسيط جدا لما اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، فده كان منظره. ليه طبعا انا عملت له جنريت، عملت جنريت لتايب ادابتر؟ لان دي الحاجه اللي انا هستخدمها عشان اقول لهايف خلي بالك انت هتخزني نوت موديل، لازم يبقى عندي تايب ادابتر. يعني مثلا ان انا اكستند هايف اوبجكت دي اوبشنال، هو الدوكيومنتيشن قال لي انها اوبشنال. انا بحاول على قد ما اقدر على فكره ان انا ما استخدمش الحاجه على طول، لان انا لو استخدمتها على طول فانت تاخد مني معلومات مش اكتر، مش بتاخد مني الاسلوب. انا عايزك تفهم انا بجيب المعلومات دي منين، انا بقرا الدوكيومنتيشن افهم منه هو بعمل ايه وابتدي واعمله، عشان بحيث ان انت لو هتستخدم حاجه مختلفه في المستقبل تفهم على طول ازاي تستخدمها، ما توقفش. تمام. فدلوقتي المفروض بقى لما انا عملت الحركه دي، فكان المفروض ان انا اقول لهايف خلي بالك انا عايزك تبتدي تتعاملي مع النوت موديل، يعني تخزني بقى نوت موديل. فطبعا المفروض ان انا ابتدي واعمل حاجه اسمها ريجستر لتايب ادابتر. ممكن اقول هنا هايف، فزي ما انت شايف انت عندك هنا ريجستر ادابتر، المفروض بضغط عليها كده. تعالى كده نقف على ريجستر ادابتر ونشوف هي بتستقبل ايه. زي ما انت شايف قالك ان هي بتستقبل ادابتر. ايه الادابتر ده؟ ده التايب اللي انت عايز تخزنه بقى. فانا بالفعل انشأت تايب ادابتر. تعالى كده نروح عليه. لو رحنا على النوت كده هتلاقي ان انت عندك نوت موديل، هنا في عندك نوت موديل ادابتر، ده التايب ادابتر بتاعك، وده اللي المفروض ان انت تعمله عمليه ريجستر. فانا عشان كده هروح على المكان ده واقول له ان انا عايز ايه، اخزن التايب ادابتر بتاعي، كان اسمه نوت موديل ادابتر. بس كده، الموضوع بسيط. تعالى كده نعمل ريستارت للتطبيق ونشوف هل يشتغل ولا لا. وريني ريجستر. انا بتاكد ان هي مش فيوتشر، خلي بالك عشان لو فيوتشر اعمل لها اويت، لكن هي مش فيوتشر بالفعل. ماشي، حلو قوي كده. عملنا ريجستر للتايب ادابتر. دي نقطه عايزك تاخد بالك منها لانها ممكن تلخبطك. وانا كل اللي عملته هنا ايه، ان انا انشأت الموديل بتاعي مسبقا، انشأت له التايب ادابتر، حلو قوي. لكن لسه ما قلتش لهايف خلي بالك انت بتتعاملي مع النوت موديل، ما قلتلهاش. عشان اقول لها الكلام ده لازم اقول لها خلي بالك انت هتريجستر حاجه اسمها نوت موديل ادابتر، والادابتر ده بيكستند تايب ادابتر، وانا قايل له هنا ان انت بتشتغل على ايه، على نوت موديل. هو بيبتدي بقى يكونكت كل المعلومات دي بقى ويفهم على طول ان انت دلوقتي تقدر تخزن نوت موديل زي ما انت عايز. بس الموضوع بسيط. فتعالى هنا نقول كده ريجستر ادابتر. ماشي تمام قوي كده. تعالى بقى نعمل كومنت. ماشي. وبكده يكون الفيديو ده انتهى. اتمنى تكون استفدت من الفيديو، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله. ومع السلامه.